السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قطط بريه. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن حيوان من الحيوانات اللي ما ينفعش ما نتكلمش عنه، ملك الغابه بكل اختصار، بغض النظر ان هو برضو ما بيعيش في الغابه لكنه ملك الغابه بكل معنى الكلمه. تمام. هنتكلم النهارده عن الاسد، والاسد طبعا زي ما احنا عارفين هو من الكائنات القريبه للقطط، من انواع السنوريات اللي هي قريبه من القطط. والقطط والاسد عموما بيعيش في مجموعه. تمام. بيكون زي نظام زمره او عشيره كده بيعيشوا فيها. طبعا بيكون لكل زمره او كل عشيره بيكون في ذكر مسيطر او اتنين مسيطرين، اخين مثلا مسيطرين على مجموعه، منهم واحد اكبر من التاني او واحد هو المسيطر اكتر والتاني اقل. من الغريب ان ان بالنسبه لمجتمع الاسود، فالإناث هي اللي بتقوم بأغلب العمل زي الصيد. وبرضو اللي هو هي برغم إن هي بتقوم بالصيد، لأن الأسد هو أول فرد بياكل من أفراد العشيرة. تمام. وطبعا بتبقى عشيرة مكونة من مجموعة من الأخوات. تمام. دول بقى بيقوموا بتربية الأطفال، وفي الغالب بيكونوا دول أخوات أصلا، وهم اللي بيقوم عليهم النظام بتاع العشيرة والحياة الاجتماعية بتاعة الأسود. دي كانت معلومات سريعة كده حبينا نقدمها لكم عن الأسود. لو أنت حابب نتكلم عن الأسود بشكل أكتر وعن تفاصيل أكتر عن الحياة الاجتماعية بتاعتهم، ممكن تقول لي في التعليقات لو انت مهتم بالموضوع ده، وقول لي في الفيديوهات لو انت محتاج نتكلم عن موضوع معين. كنت معاكم من قناتكم قطط برية. وباذن الله باذن الله باذن الله لو لقيت ان في تفاعل كويس بالنسبه للفيديوهات، ان شاء الله هنقدم فيديوهات اكتر وبصوره مستمره اكتر. وبعتذر لو انا كنت انقطعت فتره عن تنزيل الفيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.